النهاردة معانا بطل جديد من أبطال الفئة المتوسطة، فيفو في 60. موبايل جايب معاه أقوى كاميرا تليفوتو، معالج أحدث من كوالكوم، شاشة بسطوع أعلى، وبطارية تعتبر الأقوى في الفئة دي مع شحن صاروخي 90 واط. الموبايل نزل رسمي في مصر، وبصراحة حاسس إن فيفو نضجت جدا في النسخة دي. يمكن أقول إنه من أكتر الإصدارات المتكاملة اللي جربتها مؤخرا. في الفيديو ده هنعرف مع بعض مميزات وعيوب الفي 60، وهنشوف إيه اللي اتغير فعلا. التصميم. فيفو دايما بتحاول تدي طابع خاص لموبايلاتها في الفئة المتوسطة، والفي 60 مش استثناء. التصميم هنا ناضج جدا، واللون شامبين جولد مميز جدا. الكاميرات الخلفية متصممة بشكل شيك، وكلمة زايس على الفريم بتديك ثقة في تجربة التصوير. الموبايل تخنته 7.6 مللي، وزنه حوالي 200 جرام. صحيح هتحس انه تقيل في الايد، بس الاحساس العام فخم. ظهره ازاز وفريمه بلاستيك، ومع ان كنت اتمنى يبقى معدن الا ان البلاستيك قلل الوزن. وكالعادة فيفو موفرة جراب شيك في العلبة. الموبايل كمان مقاوم للمية والغبار بأعلى شهادات IP86 و IP69، وفي وضع تصوير تحت المية، وكمان ميزة لطرد المية من السبيكر بعد الاستخدام. الشاشة 6.77 بوصة أموليد بدقة FHD بلس وتردد 120 هرتز مع دعم HDR10 بلس. الانحناء خفيف ومش مزعج، والحواف قليلة، والتجربة عموما ممتازة سواء في الألوان أو الفيديوهات. المميز فعلا إن السطوع بقى أقوى. فيفو بتقول يوصل ل 5000 نتس بيك، والفعل تحت الشمس حوالي 1450 نتس، وده فرق واضح عن الفي 50 برو. الأداء: الموبايل جايب أحدث معالج من كوالكوم، سناب دراجون 7 جين 1 بتقنية 4 نانو. النسختين تخزين 256 أو 512 جيجا مع 12 جيجا رام. النظام أندرويد 15 مع وعد ب4 سنين تحديثات. الأداء فعلياً سريع وسلس جداً، مفيش تهنيج ولا لاج. المعالج أقوى من الجين 3 خصوصاً في الرسوميات GPU، لكن يعيبه إن التخزين لسه UFS 2.2 بدل UFS 3.1 زي المنافسين. بالنسبة للألعاب، PUBG شغالة على 60 فريم فقط، مع إن المعالج قادر يشغل 90 فريم، ودي محتاجة تحديث من فيفو. الكاميرات. التعاون بين فيفو وزايس ظاهر بقوة هنا. رئيسية 50 ميجا بكسل f1.9 سوني IMX 756 OIS. تليفوتو 50 ميجا بكسل f2.7 سوني IMX 882 OIS. زوم 3x حقيقي لحد 100x ديجيتال. الترا وايد 8 ميجا بكسل، أقل من 50 ميجا بكسل اللي فيفو في 50. سيلفي 50 ميجا بكسل f2.2. العدسة التليفوتو هنا قوية جدا، نفس المستشعر اللي بيستخدم كعدسة أساسية في موبايلات تانية زي رينو 14. والتصوير البورتريه من 23 ملي لحد 100 ملي بيطلع صور شاربة جدا ومعالجة ممتازة. كمان في ميزة AI بورتريه اللي بتدي لمسة مختلفة للصور حسب الفصول. أما تصوير الفيديو لحد 4K 30 FPS بالكاميرا الأمامية والخلفية، بس التبات مش موجود في ال 4K للسيلفي، ولازم تنزل ل 1080p. البطارية والشحن. البطارية هنا 6500 ملي أمبير بتقنية سيليكون كاربون بلو فولت. الأداء قوي جدا، بيوصل 10 ساعات سكرين اون تايم، وده أعلى من معظم المنافسين. والشحن السريع 90 واط يشحن البطارية بالكامل في حوالي 45 دقيقة. السعر لسه ما تحددش وقت مراجعة الفيديو، لكن متوقع للنسخة 256/12 حوالي 25,000 جنيه. النسخة 512/12 هتنزل رسمي برضو، بس سعرها غير معروف. رأيي الشخصي، الفي 60 من أقوى إصدارات فيفو في مصر حالياً. كاميرات ممتازة خصوصاً التليفوتو، بطارية هي الأفضل في الفئة مع شاشة كيرفت بسطوع عالي ومعالج أحدث. عيوبه: التخزين UFS 2.2، الفريم بلاستيك، وثبات الفيديو بالسيلفي على 4K ضعيف. في النهاية لو معاك في 15 فموبايلك لسه قوي جدا ومش محتاج تبيعه، لكن لو بتدور على أبجريد أو جاي من موبايل أقدم، الفي 60 هيكون اختيار ممتاز. وبكده نكون خلصنا مراجعتنا لموبايل فيفو في 16. يا رب أكون قدرت أوضح لكم كل التفاصيل المهمة، ولو عندكم أي سؤال سيبوه في التعليقات وهرد عليكم إن شاء الله. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله.